دلوقتي ان شاء الله في طريقنا ان احنا نعمل احلى بودكاست باذن الله، واول بودكاست مع مستر احمد فؤاد، المؤسس مؤسس ابلكيشن في ايدك. الابلكيشن اللي انتشر خلال الفتره الاخيره وبدا من 2020 ما شاء الله، وانتشر وكان بدايته في العريش، ودلوقتي بسم الله ما شاء الله محقق نجاح الحمد لله يعني بنسبه كبيره جدا وحلوه. وانتشر بدل ما هو كان في العريش، دلوقتي بقى في العريش واسماعيلية والمطرية، وكمان ما شاء الله هو هينتشر اكتر في مناطق تانية في القاهرة بإذن الله، وهتبقى مفاجآت اكتر كمان يعني المناطق اللي هيبقى متواجد فيها. وده فهو يدل على السياسة الإدارية اللي هو متبعها ما شاء الله عليه يعني، والرغبة بتاعته والحماس بتاعه ان هو يكمل في طريقه لتثبيت النجاح اللي وصل له الابليكيشن حتى هذه اللحظة. فان شاء الله يطلع بودكاست حلو، هيطلع حلو ان شاء الله. والتحضيرات اللي كلها يعني معاك يا عابد، شكرا عابد على الفرصة والتحضيرات العظيمة بقالنا اسبوع ما شاء الله. الله اكبر احنا عليك. كان نفسنا نعملها لك من زمان والله. استاذ محمود دولتلي برضو يعني في الخلفية، احلى تيم سوشيال اخر شهر عاملين فرق كبير طبعا معانا، وهم اللي يعني انتوا اللي اديتونا الفرصة يا جماعة والله. نطلع القاهرة، نطلع اسماعيلية، ومش عايز احرق اتفاجئات عشان المفاوضات ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله مع المنطقة اللي خلاص تم اعتمادها، حي العاشر مدينة نصر، نجيز بالله ان شاء الله اخر الشهر دوت نقدر نكون طلعنا اول اوردرات مهمة. مبسوط طبعا ان انا معاكم، مبسوط ان احنا نعمل بودكاست يعني يسجل شوية تعبنا. وعلى فكرة البودكاست مع احمد عزام يعني ان شاء الله شخصية هتحبها وهو هيحبك، لان انتوا شخصيات فيها طبع تقريبا قريب من بعضه. فان شاء الله هيطلع بودكاست جميل عشان انتوا الاثنين هتبقوا موجودين. متأكد يا اخويا. انا عابد، انا عارف دايما اختياراتك عمرها ما بتخيب ما شاء الله. مش عارف دايما دايما قوي يعني. لا والله لا والله. عايز احكي لكم برضو ان عابد الارت دايركتور في ايدك، لان من 2020 يعني اشتغلنا قبله. قبل ما نعرف عابد اشتغلنا 4 شهور بدونه، كنا يعني ضايعين لغايه لما دخل علينا ببصمته الحلوه وبذوقه العالي ما شاء الله عليك. وفكرك برضه يا عادل الله اكبر، يعني تنافس اي حد هنا وبره، هنا وبره اي مكان قدنا والله. فانت واحد من اسباب النجاح اللي خدتنا بالمرحله دي. الله اكبر عليك ويحميك، وان شاء الله من نجاح لنجاح كده يا رب، وعقبال ما تنجح 10 ابلكيشنات تانيين.